حاولت أعمل لكم أغاني زي زمان بس الدنيا اتغيرت. ده كلام عمرو دياب عن آخر ألبوم ليه. حاولت افكر زي زمان. الدنيا اتغيرت. صحيح الدنيا اتغيرت وصحيح الزمن اختلف وصحيح أغاني عمرو دياب اتغيرت، بس عمرو دياب فضل عمرو دياب. الزمن ما قدرش ينزله من على القمة. عايز تعرف ليه؟ هقول لك الحكاية بالتاتش بتاعي. أنا مهما كبرت صغير. سنة 1999 غنى عمرو دياب أنا مهما كبرت صغير، وكأنه كان شايف مستقبله وعارف إنه هيتضرب بيه المثل بعد كده، والكل يشاور عليه ويقول شوف عمرو دياب الزمن وقف عنده وما بيكبرش خالص، ربنا يحرسه من عينينا طبعا. لكن قبل التاريخ ده وبعده عمرو حط التاتش بتاعه اللي خلاه يبقى الهضبة. شفت فيلم إسماعيلية رايح جاي؟ فاكر محمد فؤاد لما راح قابل عزت أبو عوف في الحفلة علشان يسمعوا صوته وبعدها فتح له طريق النجومية؟ نفس المشهد ده حصل مع عمرو دياب بشوية تعديلات بسيطة. الشاب عمرو دياب اللي عنده 19 سنة وبيحلم بفرصة في الغنى، عرف وقتها ان فرقة المصريين قيادة هاني شنودة هتحيي حفلة شم النسيم في بورسعيد. من غير تفكير عمرو جري على الحفلة على طول وقابل هاني شنودة. لو بتعرف يا فرنجي، كان رد هاني شنودة على عمرو دياب اللي ما صدقش نفسه لما قال له تغني دلوقتي في الحفلة. فعلا عمرو طلع على المسرح وحط التاتش بتاعه عشان هاني شنودة ينبهر بيه ويقرر يديله الفرصة. بس الأول في شرط كان لازم ينفذه: تدرس في معهد الموسيقى العربية بالقاهرة عشان تتأسس صح وبعدها تجيلي. عمرو اتردد شوية لكن في النهاية أخذ القرار الصح. عمرو دياب بيغني في حفلات النوادي سنة 1982. سنة 1982 عمرو حط أهم تاتش في حياته ونجح في اختبارات معهد الموسيقى، وبقى يخلص دراسته كل يوم في المعهد ويرجع تاني على بورسعيد علشان يكمل شغله اللي هو كان حفلات في الأندية. ومع تشجيع هاني شنودة ليه في الفترة دي عمرو قرر يعمل ألبوم، بس في الأول نزل أغنية سنجل اسمها إيه بقى؟ الزمن. الزمن ملهوش صاحب، ملهوش قلب ولا مشاعر. يعني من كلمات أول أغنية ليه هيبان إنه فاهم الدرس من بدري. أنا مش بنافس حد على القمة، أنا صراعي مع الزمن نفسه. ومن أول لقاء تلفزيوني ليه هيبان أكتر إنه جاي وناوي يعمل ثورة، مش مجرد مطرب عايز يغني وخلاص. هو يعني بالنسبة لي أنا عايز أغني بطبيعتي، أغني كشاب يعني ما فيش قيود، ما فيش حاجة، حتى الأغنية تكون أنا حسيت بيها وعايش بيها والناس عايشة بيها، وشباب اللي زي اللي في سني طبعا مروا بتجارب كتيرة يعني. شنودة كان بيزق في عمرو بكل الطرق فساعده يطلع في أول لقاء تلفزيوني ليه. وكان الطبيعي عمرو في أول ظهور ليه وهو يدوب يعني كل اللي عمله أغنية واحدة يكون دبلوماسي يسير الموجة، يعني يحاول كده. لكن اللي حصل كان غير كده خالص. قال أنا حابب أكون فري، حر، أعمل أغاني حواديت صغيرة، أكون بطبيعتي. عندي 21 سنة، ألبس بدلة وكرافات وأطلع أغني للناس ليه؟ يعني للشباب، أما أنا أبقى عندي 21 سنة وطالع أغني ولابس بدله، انا ما بلبسهاش غير في المناسبات مثلا. يعني لازم ابقى بحريتي، لان انا بغني في الشارع، بغني وانا ماشي، بغني في اي مكان. الرسالة وصلت. عمرو دياب مش عاجبه نوعية الأغاني الطويلة اللي كانت مسيطرة في الفترة دي، ده كمان كان عايز يغير شكل وستايل المطرب. عمرو استفاد من دعم وتشجيع هاني شنودة ونزل أول ألبوم ليه سنة 83 اللي مكون من 8 أغاني. وكان طبيعي وبديهي إنه ما يحققش نجاح لأنه كان لسه مجرد مطرب شاب مش معروف. وبعد سنة وبالتحديد سنة 84 قرر عمرو ينفذ خطته في تاني ألبوم ليه غني من قلبك، وصور الأغنية الهيت في الألبوم ده فيديو كليب بطريقة جديدة، لبس كاجوال مختلف عن ستايل البدل بقى اللي بيظهر بيه المطربين وقتها، موتوسيكلات وحركات في الفيديو عشان الكليب ده يلفت النظر وقتها. بعد ألبوم غني من قلبك قرر يكون فرقة من زمايله في المعهد علشان يغني في شارع الهرم. شارع الهرم يا نور، أيوة أنت سمعت صح. بس خليني أقولك إن شارع الهرم في الفترة دي كان بيغني فيه نجوم بحجم وديع الصافي ومحمد الحلو وأحمد عدوية، وحتى الشباب في الوقت ده زي محمد منير وعلي الحجار. عمرو كان ذكي واستفاد من المرحلة دي وفهم الأذواق المختلفة للجمهور، وأول ما خلص المعهد عرف إن دي مرحلة ولازم تخلص وبدأ يفكر في تاتش جديد. في بداية 86 نزل عمرو ألبوم هلا هلا، وتقدر تقول هنا عمرو فهم إنها خلاص قربت، هو دلوقتي في القطر الصح ومسألة وقت ويوصل للمحطة اللي نفسه فيها. تاتش هلا هلا كان مختلف، سمع
ولفت نظر الناس لعمرو دياب علشان يبدأ مرحلة جديدة، مرحلة الانتشار. في الفترة دي كان فيه هجوم كبير على المطربين الشباب مع اتهامات ليهم انهم وراء انحدار الذوق العام، زي ما حصل كده دلوقتي مع اغاني الراب والمهرجانات. بس عمرو دياب فضل مركز على الانتشار علشان يزود رصيده عند الجمهور، وده حصل لغاية سنة 1988 لما نزلت أغنية لولاكي لعلي حميدة اللي كسرت الدنيا. وبعدها عمرو فهم إنه لازم يقدم حاجة مختلفة عشان يقدر يحقق النجاح اللي مستنيه. من أول الثمانينات عمرو وصل المحطة أخيرا، الألبوم كسر الدنيا وحقق مبيعات رهيبة في سوق الكاسيت. ألبوم إيه؟ ألبوم ميال، لدرجة إنه كان بيتقال في الفترة دي إن اللي معاه واسطة بس هو اللي يقدر يشتري شريط ميال. بس النجاح ده ما كانش صدفة، لأن تاتش عمرو المرة دي كان مختلف. عمرو لعبها بذكاء، أنا هشتغل مع أسماء شعراء وملحنين وموزعين جداد. هات الموزع حميد الشاعري والشاعر عادل عمر اللي شاركوا في ألبوم لولاكي، هات كمان طارق مدكور وفتحي سلامة ويلا بينا. التاتش ده ما كانش حالة عابرة كده وخلاص، لا، انت قدام شخصية استثنائية، عقله بيسجل كل خطوة، ودي بقت قاعدة خلاص، كل مرحلة وليها رجالتها. عمرو كمل مشواره ونزل ألبوم شوقنا اللي برضه حقق نجاح بس مش بنفس درجة نجاح ميال. بس هنا حصل تاتش تاني خارجي خلى عمرو يفهم ان المشوار مستحيل يبقى سهل. بدأت بقى الشائعات تطارده، وفي نفس الوقت محمد فؤاد كان بادئ مشواره برضه، وطلعت شائعات زي ان عمرو دياب سرق أغنية ميال من محمد فؤاد، لغاية ما عمرو دياب نزل بألبوم ما تخافيش عشان يحقق نجاح كبير جدا ويتفاجئ انه بقى مطلوب بره مصر، لدرجة انه بقى اول مطرب مصري يسافر لبنان يقدم حفلات بعد انتهاء الحرب هناك. لكن برضه فؤاد خرج وقال لحن ما تخافيش ده كان بتاع والمرة دي بقى مش هسكت، فراح منزل أغنية وريتيني ويل بنفس اللحن. عمرو هنا حط تاتش هيفرق كتير في مشوار، ماليش دعوة باللي يقولوا أي حد عني، أنا هركز في شغلي وبس. نروح بقى لتاتش السينما. بعد النجاح اللي حققه عمرو في الأغاني بدأ يشارك في السينما والدراما بأدوار بسيطة لغاية سنة 1992، وهنا كانت الانطلاقة. عمل بطولة فيلم آيس كريم في جليم اللي كان فيه مغامرة وتاتش مختلف من المخرج خيري بشارة. هجيب عمرو دياب وهجيب فرقته علشان يمثلوا في الفيلم، ومش معاه ممثلين تانيين غير بس أشرف عبد الباقي وجيهان فاضل وعلي حسنين وعزت أبو عوف، اللي بالمناسبة كان أول دور ليه في السينما برضه. التاتشات دي كانت نتيجتها فيلم غنائي بخلطة مختلفة حقق نجاح كبير ولسه نجاحه مستمر لحد النهاردة. أنا عندي فكرة، أنا كل ما أغني تقولوا معايا بس أنت تغني وإحنا معاك. لغاية دلوقتي شوف الفيلم في التلفزيون ما تقدرش إن أنت تقلبه، لازم تكمل الفيلم لآخره. ده غير ألبوم الفيلم نفسه اللي حقق نجاح كبير برضه. هنا بقى مطرب شاب خارج من فيلم ناجح، طبيعي بقى ريست ياخد نفسه شوية. صح فعلا، بس مع أي مطرب تاني مش عمرو دياب. الجمهور اتفاجئ إن بعد شهر واحد من طرح ألبوم آيس كريم في جليم عمرو نزل ألبوم جديد، ألبوم أيامنا. وعشان ده عمرو فلازم الهيت تكسر الدنيا، ما بلاش نتكلم في الماضي. الأغنية دي كانت ترند وقت نزولها بلغة السوشيال ميديا دلوقتي، يعني كسرت الدنيا. أنا شخصيا قبلت في انترفيو المدرسة عندي بأغنية ما بلاش نتكلم في الماضي، قد كده. لكن في تاتش تاني جديد عمله عمرو في ألبوم أيامنا، اللوك اللي ظهر بيه وخاصة السوالف الطويلة والحزام هوب بقى موضة. إذا أنت قدام قاعدة جديدة، الشباب بتقلد عمرو دياب، وطالما الشباب قلد مطرب أو فنان فده معناه إن هم نفسهم بقوا جزء من مشروعه. واللي حصل ده ما كانش استثناء في ألبوم أيامنا بس، لا، ده بقى القاعدة الثابتة. عمرو دياب يلبس بلوفر يبقى موضة، عمرو دياب هيلبس جاكيت جلد مليان بادجات هيبقى موضة، عمرو دياب يقص شعره بطريقة معينة برضه تبقى موضة. أي تاتش بيعمله عمرو دياب بقى ليه تأثير. اللوك ما كانش التاتش الوحيد اللي ساهم في نجاح ألبوم أيامنا. عمرو عمل خلطة جريئة وقتها في التوزيع. أولا استعان بحميد الشاعري تميمة الحظ في الوقت ده وخلاه يوزع أغاني الألبوم كله، ده غير استخدام آلة الساكسفون، واستعان ساعتها بسمير سرور أشهر عازف في فرقة عبد الحليم حافظ عشان يقدم الفاصل الموسيقي في الأغاني. المنافسة كانت شرسة رغم النجاح اللي حققه عمرو، لكن المنافسة ما كانتش سهلة سواء مع محمد منير أو محمد فؤاد. لكن عمرو مع تكرار النجاح بقى معاه سر الخلط خلاص، عشان كده في مطلع الألفية كان لازم يحط تاتش جديد.
سنة 2000 قرر عمرو إن ألبوم تملي معاك يعمل نقلة في صناعة المزيكا، وهيقدم مزيكا متطورة بين الهادي والسريع والتقليدي. وطبعا هو مؤمن إن لكل مرحلة فاكر لكل مرحلة رجالها، علشان كده قرر يعتمد في الألبوم ده على مواهب شابة جديدة زي أحمد علي موسى، أمير طعيمة، عمرو مصطفى، شريف تاج الدين، أيمن بهجت قمر، وبهاء الدين محمد، كل الأسماء اللي بقت أساتذة دلوقتي في عالم صناعة المزيكا. والتاتش ده كان بمثابة تذكرة نجاح عمرو دياب في أوروبا وأمريكا اللاتينية. مش بس كده، ده شجع أي مطرب تاني إنه يجرب أي نوع من المزيكا الجديدة من غير ما يفكر، ما هو طلع ينفع أهو، يبقى ليه لأ؟ ياه للدرجات دي يا نور؟ طبعا. وعلى فكرة ده مش كلامي أنا، النقاد قالوا لو ألبوم شبابيك لمحمد منير عمل النقلة الأولى في الموسيقى الحديثة سنة 81، فألبوم تملي معاك هو صاحب النقلة الثانية في تاريخ الموسيقى المصرية. في فترة بداية الألفية كان لسه بيتوجه لعمرو وجيله اتهام إنهم سبب في انحدار الأغنية المصرية، وعلى فكرة الاتهام ده طال محمد منير كمان، تخيلوا. ولأن عمرو كان خلاص بقى واثق في مشروعه قوي وعرف إنه كون قاعدة جماهيرية، رد على الاتهام ده في أحد اللقاءات وقال كل يغني على ليلى، إحنا استحملنا الطشت قلي وأقل من كده بكتير استحملناه. طالما الكلمة خرجت من الرقابة ومش ضد القانون، فاللي مش عايز يسمعها ما يسمعهاش. عمرو أدرك كويس إنه وصل للنجومية، وكان التحدي في الألفية الجديدة هو إزاي يفضل على القمة، إزاي يهرب من تقلبات الزمن اللي هتطول كل نجوم التسعينات بعد كده. البداية كانت في 2001 على طول بألبوم تملي معاك، واللي حقق نجاح رهيب لدرجة إنه اتباع منه 11 مليون نسخة. واللي ميزه وقتها إن المزيكا بتاعته كانت متنوعة ما بين صلصة وريجي، ودمج بين الشرقي والغربي. عمرو خلاص بقى عنده خلطته، ومع كل ألبوم جديد بقت نجوميته تزيد، لكن في نفس الوقت كان الهجوم والتصيد برضه بيزيد، وهو فهم إن دي ضريبة النجومية. لكن في سنة 2002 وفي عز نجاحه الراجل ما بقاش فاهم للانتقاد، واللي معظمه كان من جيل الأساتذة. يعني نقدر نقول كان صراع أو سباق زمني بين جيل متمسك بزمنه وجيل جديد عايز يعيش زمنه. عمرو خرج عن صمته ورد في الفترة دي وقال مش عارف عايزين مني ايه بالتحديد، مش كفاية اني المطرب الوحيد في الوطن العربي اللي واخد جايزة الميوزك أورد مرتين متتاليتين. Show us how it's done. Here's the fabulous Amir Diab with Noor Alain, known as Habibi. The biggest superstar of the Middle East, Amr Diab. وعبر عن سباقه مع الزمن علشان يوصل لمحطته بجملة حلوة قوي، قال أنا بقالي 18 سنة بحاول أثبت إني كويس وإني ظاهرة، ومش عايزة أقول أنا عملت إيه وإزاي نجحت. ألبوم عمرو دياب بقى من العلامات، يعني الناس بقت تستخدم الوقت اللي نزل فيه الألبوم وهي بتتكلم عن أحداثها اليومية أو عن ذكرياتها. يعني تلاقي واحد بيقول للتاني فاكر لما حصل كذا كذا لما ألبوم عمرو دياب علم قلبي نزل. عيش معايا في الأحلام بيحبني. وده اللي انا لسه قايله لكم من شويه، انا دخلت المدرسه بما بلاش نتكلم في الماضي، واقدر اقول لكم سنه كام بس مش هقول. وده من رايي اهم واجمل نجاح ممكن يحققه فنان. وعشان تتاكد ان عمرو كان ذكي ودارس قوي اللي بيحصل حواليه في المجتمع، شوفوا عمل ايه في 2010. في الوقت ده الانترنت كان بدأ يسيطر والجيل الجديد كله اتأثر بيه. وانترنت يعني ايه؟ يعني سرعة. فعمرو قال انا مش هعمل ألبوم السنة دي، انا هعمل ميني ألبوم اللي هو اصلها بتفرق، كل خطوة محسوبة مفيش عشوائية. وده اللي حصل برضو في 2016 لما جمهور عمرو ومنير اتفاجئوا بتعاونهم مع بعض، واللي حقق نجاح كبير جدا وقتها، لدرجة ان وزارة السياحة قررت انها تستخدمه في الترويج للسياحة في مصر. ولو كنت قلت لحد قبل كده ان عمرو هيعمل ديو مع منير اكيد كان هيقول لك انت مجنون، لان في ما بينهم منافسه، مستحيل ده يحصل. لكن يا شريكي في التاتش احنا بنتكلم عن عمرو دياب. اخر 10 سنين بدات سيطره اغاني المهرجانات والراب في سوق المزيكا في مصر، وفي الوقت اللي كان معظم الصناع بيهاجموا المطربين دول وبيتهموهم انهم ورا انحدار الذوق العام، عمرو ما عملش كده. عارف ليه؟ عشان هو نفسه شرب من نفس الكاس ده في بدايه مشواره. امال عمل ايه؟ هقولك. فاكر القاعدة اللي قلناها مرتين قبل كده؟ ركز افتكر، لكل مرحلة رجالها.
عمرو بدأ يدخل عناصر شبابية جديدة في فريق عمله زي عزيز الشافعي مثلا، وبقى كمان يركز على الريتم الأسرع، ومش هقولك مزيكا المهرجانات لأ، بس مزيكا قريبة شوية يعني من مزيكة المهرجانات. وده ممكن تشوفه في أغاني زي أغنية يوم تلات، برج الحوت، سنجل. مش بس كده، ده عمرو تعاون مع شاعر كان بيكتب مهرجانات أصلا، وده كان السنة اللي فاتت على طول في أغنية يا قمر، وتعاون مع الشاعر مصطفى حدوتة. عرفت ليه بقى عمرو قال للجمهور عايز أعمل لكم أغاني من بتاعة زمان بس الدنيا اتغيرت؟ عايز تشوف كم مشهد يأكدولك إن عمرو كسب منافسته مع الزمن؟ خليك معايا. في التسعينات ومطلع الألفية حفلات عمرو كانت في المعمورة والعجمي، وفي فترة التسعينات خاصة يعني كان تمن التيكت مش غالي قوي، يعني ممكن يوصل سعر التذكرة ل20 جنيه، والحفلات دي كانت من علامات الصيف. ويعدي الزمن وتفضل حفلات عمرو هي لكن بتاتش جديد، تبقى في الساحل. والأسعار في بعض الأحيان بتوصل 500,000 جنيه. مشهد تاني، عمرو في بداية مشواره كان بيسعى إنه ياخد جوائز، دلوقتي الجوائز هي اللي بتسعى إن عمرو ياخدها. مشهد تالت، عمرو كان حريص في البداية إنه يشارك في الدراما والسينما، أما دلوقتي كل المنتجين عايزين وبيتمنوا إنهم يعملوا فيلم أو مسلسل معاه وهو رافض. طب ليه؟ علشان هو ما بيلعبش جولة خسرانة، ما بيديش الزمن فرصة يهزمه. وقتها زمان يعني كان ليها فايدة، إنما دلوقتي المشاركة ممكن تبقى أضرارها أكتر، يبقى بلاشها أحسن. مشهد رابع كمان هقولك، في 2020 عمرو بيبقى أول مطرب عربي يحقق مليار استماع على تطبيق أنغامي. خد عندك مشهد خامس كمان، عمرو دياب مطرب عالمي، ودي مش جملة إنشائية كده وخلاص، مش اللي هو بنقول ده عالمي، هو فعلا عالمي لأنه هو الوحيد اللي عنده حوالي 8 أغاني تم استخدامهم في أفلام أجنبية، زي مثلا أغنية تملي معاك اللي اشتغلت في الفيلم الأمريكي Just Like a Woman، وكمان أغنية نور العين اللي اشتغلت في مسلسل مالكوم إن ذا ميدل، وأغنية نفس المكان في الفيلم العالمي الأمريكي دبل وامي، وأغاني كتير اتحطت في أفلام كتير بجنسيات مختلفة، منها الفرنسي والأسباني والبرازيلي وحاجات تانية. هقولك على مشهد سادس كمان، عمرو بينافس محمد فؤاد، عمرو بينافس محمد منير، عمرو بينافس تامر حسني، أو حتى عمرو بينافس محمد حماقي. كل ده كان بيتقال كوسيلة ضغط على عمرو، بس هو كان عنده تاتش عظيم قرر إنه يستخدمه في التعامل مع كل نقد أو هجوم بشكل عام. هم يقولون دعهم يقولون. عشان كده الهضبة فضل واقف ثابت على القمة، لا تهز من منافسة ولا من ضرب تحت الحزام، ولا حتى عوامل الزمن قدرت إنها تجرحه أو تعكر بريقه. وبعد كل ده يجي واحد ويسأل هو ليه الجمهور حط التاتش بتاعه وأطلق لقب الهضبة على عمرو دياب؟ عايز تعرف ليه؟ فوق كده معايا وعد ورايا. عمرو دياب حصل على الميوزك أورد 7 مرات، هو كان أول مطرب عربي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وده بعد ما أخد أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية. كمان هو أول مطرب عربي يغني أغنية عربية على طريقة سلو، وهي أغنية بعترف سنة 2000، وكمان أول مطرب عربي يجمع في أغانيه بين الألحان الشرقية والغربية في نفس الوقت، وهي أغنية ولا على باله سنة 2001. أول مطرب عربي يغني أغاني عربية على طريقة البوب الأمريكي، وهي أغنية لو عشقاني سنة 2003. أول مطرب عربي تختار أغانيه كأفضل أغاني في العالم زي أغنية ميال مثلا. عمرو برضو أكتر مطرب في العالم تترجم أغانيه للغات تانية، وكمان أفضل مطرب في مصر يقدم موسيقى الهاوس وتتصدر للخارج في كتير من الدول الأوروبية، وهو أول مطرب مصري يعمل إعلانات تجارية مع مغنيين ولاعبين كرة قدم عالميين زي ديفيد بيكهام وبيونسي وبريتني سبيرز. أول مطرب يقدم موديلز عالميات في كليباته، ومنهم مثلا ناتالي مارتينز في كليب نقول إيه. كمان هو المطرب الوحيد في العالم اللي قدم أغنية وطنية بتقنية الهاوس ميوزك، وهي بلاش تبعد. اتصنف عمرو دياب في 2017 في المركز الأول ضمن قائمة فوربس لأهم 100 فنان عربي، وكمان أول مطرب يتم استقباله على البساط الأحمر في بعض الدول زي ما بيحصل مع رؤساء الجمهورية. هو أكتر مطرب عربي حافظ على نجاحه على مدار 30 سنة كاملة. عرفت ليه بقى عمرو دياب هو الهضبة؟ 30 سنة ما شاء الله ثابت على القمة، لا تهز من منافسة ولا ضرب تحت الحزام ولا حتى عوامل الزمن قدرت إنها تقرب منه. هضبة
هو الهضبة وهيفضل الهضبة، لأن التاتش بتاعه مفيش منه غير نسخة واحدة بس، نسخة عمرو دياب. أنا نور الصواف وده كان التاتش بتاعي. ما تنساش بقى أنت كمان يا شريكي في التاتش تعمل التاتش بتاعك باللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس، واستناكم في الحلقة اللي جاية.